لا تركب كفرات البالون، البالون مو بكفر. قبل بداية المقطع يا جماعة الخير أتشرف بمتابعتكم وإضافتكم لي على البرنامج الأصفر، فحياكم الله جميعا. لا تركب كفرات البالون إذا كنت واحد مركبها علشان الشكل الخارجي فقط، أغلب وقتك داخل المدينة، قليل جدا تروح البر، فكفر البالون غير مناسب لك، لأنه أولا بيعدم عليك بطن السيارة وعضلات الموتر. الأمر الثاني مسك البريكات داخل المدينة جدا متعب في البالون، خصوصا مع نزول الأمطار، فهو كفر غير آمن وغير مناسب داخل المدينة. الأمر الثاني عايش في مناطق جبلية أو مرتفعات، مثلا مناطق الجنوب اللي دائما عندهم عقبات في طلوع وفي نزول، هذا مو مناسب لأن الكفر غير آمن، مع أيضا نزول الأمطار بشكل كبير عندهم، فكفر جدا غير آمن. الأمر الثالث، إذا كنت ما تتحمل رجة البالون، كثير يعجب بشكل البالون لأن شكله جميل جدا على السيارة، يعطي الموتر ركزة ووقفة حلوة، فيركب البالون بعد يومين فاك البالون، ينصدم من الرجة اللي راح يواجهها، ورجة البالون رجتين، الرجة أثناء مشي السيارة وهذه تقدر تخلص عليها بالترصيص الأرضي إذا كان جنطك أصلي، لكن الرجة المتعبة جدا أنك لما توقف ساعتين 3 ساعات بعدين تمشي بالسيارة بعدين تضوكع معك الموتر، هذه الرجة اللي تلعب في مخك وترج مخك رج، وهي اللي ما لها حل نهائيا، لأن البالون كفر بدون أسيام، فإذا وقف فترة طويلة يطبع على الجهة اللي واقف عليها. متى أقول لك ركب بالون عزيزي المتابع؟ إذا كنت راعي بر، طلعاتك للبر أكثر من داخل المدينة، راعي نفود، راعي ردميات، راعي تنسيم للكفرات، لأن البالون يفرق عن غيره. الكفر العادي إذا نسمته 20 ما يفرق معك كثير، لكن البالون لما تنسم 20 ما عاد تحس بالقشع، ما عاد تحس بالجروف، ما عاد تحس بالردميات، فكفر جدا مناسب ومخصص للرمال في غير المراقي، مشي العقال، مشي الهداوة، هو كفر جدا مناسب، وأقول لكم بهاللحظة هذه ركب بالون.